نهاية مباراة الأهلي ومودرن سبورت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف. سجل أهداف المباراة جريدي شار سجل هدف، وإمام عاشور سجل هدفين، ومودرن سبورت سجل هدف في آخر المباراة. طبعا النهاردة هنتكلم على كذا حاجة هنجيبوها بالتشكيلة. انت كنت بادئ كويس، كولر كان بادئ بالتشكيلة وبادئ المباراة بشكل كويس، وسجلنا 3 أهداف. ما عنديش أي مشكلة. عايزين نتكلم برضو على أول حاجة، وبعد كده هنتكلموا على كولر في آخر الفيديو. أول حاجة، أنت عندك مهاجم بسم الله ما شاء الله عليه، بيسجل تحت ضغط، أسيستات، يعني جايب جول وعامل أسيستين. هتقولك ما تحكمش عليه، ده لسه في الأول. طب اللاعب هيعمل إيه تاني يعني عشان تحكم عليه؟ وش رجل يعني لمسة كده بتفكرني بريحة أبو تريكة، بس مش هنقوله زي وش رجل لا بريحته كده. وش رجله النهاردة يعني معلش، الأسيست اللي عمله إمام عاشور جامد. فمهاجم بسم الله ما شاء الله عليه، ونتمنى الاستمرارية. تاني حاجة، إمام عاشور بسم الله ما شاء الله عليه برضه، بيتألق وبيسجل النهارده هدفين، وبيواصل بيواصل التهديف، ويعتبر هو اللي فايق في الفرقة في الفترة الأخيرة كلها، في ظل وجود يعني الذبذبة اللي حصلت في الفريق. تالت لاعب هنتكلموا عليه بقى كريم الدبيس. شفت كريم الدبيس لما بيلعب في مكانه بيعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليه، بيطلع نار من بقه. بسم الله ما شاء الله عليه، لاعب بيطلع نار من بقه حرفيا. النهارده بيعمل كل حاجة، وبسم الله ما شاء الله برضه في الضربات الثابتة، لاعب كورة في العارضة كده وعرضيات وتحركات بسم الله ما شاء الله عليه. وابعد عنه عم الكوالين عشان كنت هتجيب أجل. ف بسم الله ما شاء الله، والفرقة النهارده كانت بادئة كويس. ونتكلم بقى في الآخر على تغييرات كولر. انت جيت في الآخر وعكيت ليه؟ طلعت المهاجم اللي عندك اللي كان بيضغط على المدافعين من قدام، واللي كان بيعمل حركة، طلعته وعملت شوية تبديلات كده يعني قرف في الآخر. تظبط تبديلاتك عشان الدنيا خربانة، معلش التبديلات بتاعتك غلط. انت النهارده عملتش ولا تبديل صحيح. فنتمنى ان انت تركز في الحوارات ديت، علشان لما يعني معلش لما تكون بتلاعب فريق وعايز لاعب ينزل يعمل لك الفرق، تعرف يعني تستفاد منه. معلش ما تنزليش كريم نيدفيد واكرم توفيق، انت بتعمل ايه يا عم؟ فاحنا مستنيين بقى ايه؟ احنا لحد دلوقتي ماشي مش مشكلة، بس عايزين بقى لما ال- اللعيبة الجديدة تيجي والإصابات ترجع والكلام ده، مش عايزين نشوف التغييرات اللي تبوظ لنا شكل الفريق. والف مبروك للنادي الأهلي، سلام.